زمن فقر الله يعلمه، الله يعلمه. الآن شوف النعم، شاب من الشباب يمشي في شارع من شوارع دبي يمكن 30 وجه شكل من أنواع المأكولات، كوتو، الطازج، هيرفي، كنتاكي، باور هورس. صح ولا مش؟ فأقول هذه النعم ينبغي أنها تشكر. طيب كيف نشكرها؟ نشكرها بالعقل اللي أعطانا الله إياه. الله أعطانا عقل، قال يا عبدي أنا أعطيتك العقل، وقلت لك في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه إيش؟ النجدين. وش النجدين؟ طريق الخير وطريق إيش؟ وطريق الشر. حكم عقلك يا أخي، لا تستخدم عقلك إلا فيما يعود فيه بالنفع على أمر دينك ودنياك. تو أنا جاي عندكم عند الإشارة حق دبي هنا، أنا جاي من الفندق، فندق الجوهرة، وقفنا بعد المغرب إلى شاب تو يولع السجارة، وأنا مع أخوي اللي جابني نسيت اسمه جزاه الله خير، فقلت له افتح القزازة، قالت وش تبي شيخ؟ قلت افتح القزازة نسلم عليه، وما شاء الله عليه مؤدب ذا ولد الإمارات كما قلت لكم. قلت له السلام عليكم. قال تبي شيء؟ قلت التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه، مع تحيات وزارة الصحة. قال أشكرك مطوع، أشكر أخلاقك. قلت ترى هذا يعني لا يعود عليك بالنفع، فوالله وبالله صحتك، ومؤدب، أعجبني الشاب والله، رد علي بأدب جزاه خير. عندنا واحد في الطائف الله يهديه، عند كبري خالد بن وليد في مدينة الطائف، مشغل الأغاني ورافع الصوت ويرقص ويرقص. فأنا أبى كلمة بس بعيد، فقلت لأخ أحمد اللي معي اضرب بوري عشان يلتفت، فضرب بوري دي دي دي. الشاب ذا التفت، يوم التفت قلت له كذا. ايش معناها؟ يعني وط بأدب. قلت له كذا، فالله يهديه ويصلح، أقول آمين. تدرون ايش رد؟ قال لي يعني مطوع تف عليك. لكن أخوكم سليمان عنده حكمة، يوم قال لي كذا تفل علي، ايش رديت عليه؟ قلت له والله يا شيخ أحمد، والله الله حرمك النار ووالديك، قل آمين. والله يا شيخ أحمد يوم قلت له كذا، الولد أبيضاني مرة، صار وجهه أحمر من الحياة، صار يقول لي كذا، صرت أقول له فما أجمل يا كرام يا أبناء الكرام، ما أجمل أن ننظف عقولنا. والله يا أخوان إن أنا أضرب لكم مثال بالشاشة الآن اللي في بيوتنا، كلنا عندنا تلفزيونات، صح ولا مو صح؟ لا يخلو بيت مسلم الآن من تلفزيون إلا إن شاء الله. هذه الشاشة الآن أما كما قال الله يجزاه خير الشيخ محمد بن راشد، على ما تصب بعقلك. إذا صبيت بعقلك بالشاشة، أخذت الريموت كنترول وبدأت تشغل بهالشاشة، ضغطت وطلع على قولهم الشيخ عمر عبد الكافي في قناتكم حق السماء دبي، زين. ضغطت القناة الثانية، طلع الشيخ فلان، ضغطت طلع قناة مصر، 5 قنوات كلها ما بين علم في الحساب، علم في الرياضيات، علم في الفيزياء، علم. المهم ضغطت طلع لك المفكر الإسلامي حق مصر ذا زغلول النجار. هذه فائدة من فائدة. أكثر الشباب إذا ضغط هالقنوات وضغط أوه ما يبي، ومن ضغط القناة طلعت له واحد يقول له حبيبي قرب يستانس ينبسط، وإن كان بعد فيلم هندي نهي خلاص صديق معلوم أنت كلام كثير حلو. هل صبيت بعقلك مثل ما قال الشيخ الله يجزاه خير؟ صبيت بعقلك شيء ما يفيدك في أمر دينك ولا في أخلاقك. صب في عقلك ما ينفعك يا أخي، لأن ترى العمر شوية يا أخوان، كم بنعيش؟ خذ ما بتعيش، يلا كم بتعيش؟ كم أعماركم في الإمارات يا شيخ؟ أعماركم هنا في الإمارات كم؟ عند الميكروفون تكفى. إيه عمركم في الإمارات على كم؟ 60 بس؟ والله عندنا في السعودية 80 و90. صحيح والله، الرسول قال مثل ما قال الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوان، أعمار أمتي بين 60 وش بعد؟ و70، وقليل من يتجاوز ذلك. اللي يوصل 90-100 يطلعونه في الجرائد، صح ولا مو صح؟ يكتبون فوقه ايش؟ معمر، صح؟ عندنا واحد قال له ابن عقلة معروف، كان أمير المذنب، طلعوه في التلفزيون قبل حوالي 7-9 سنين قبل لا يموت، سموه قالوا ابن عقلة وصلت 117، وش تاكل؟ قال اكل عسل حضرمي، شبابنا في عنيزة كلوا عسل جاهم اسهال. حسبنا العسل يطول العمر. طلع في الشاشة يوم الجمعة المغرب، يوم السبت مات. تدرون ليش مات؟ من يعرف؟ اصقعوه بعين. يوم طلع في الشاشة قال عمري 117، جاء واحد قال يوم قال ورع فيها. فأقول يا أخي خذ من عمرك 80 سنة، خذ 70. أنا الآن عمري قدامكم الآن 42 قبل كم سنة كنت عمري 8 سنين 9 سنين، كبرت. أنت مثل بكرة بتقدم عمرك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة إيش؟
دقائق وثواني. يا عبد دنياك للموت غارات وما غزاك الصبح إلا بياتي. لو أنت ببروج طوال حصينات يشيلك اللي شل منها الزناتي. بقاك في الدنيا دقائق وساعات والكسب منها سيئة حسناتي. اللي مضى أشر عليها القلنفات تدارك اللي بقى قبل الماتي. أعطاك الله عمر استخدمه فيما يعود بك بنفع. يعني ليس بعض الناس سمع، بعض الشباب سمع معناته نعقد أنفسنا. لا يا أخوي أسألكم بالله ما ضحكنا، رد ضحكنا ما ضحكنا. استانس يا أخوي انبسط اضحك. دينك يا حبيبي يقول لك اضحك وانبسط واستانس على قول إخواننا المصريين وفقهم الله كل خير. عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح فيك، عيش وتهنى تبقى الدنيا تصبح جنة. صح كلامهم صح، لكن آخر عبارة ما يصح. آخر العبارة رقصني يا جدع. لا لا، آخر العبارة نقول صلي بي يا جدع، اعتمر بي، مثل الشيخ أحمد الآن بيعتمر، اعتمر بي يا جدع. عيش أيامك، عيش يا أخوي انبسط استانس اضحك. والله يا أخوان زرت شباب